السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إعادة مباراة الزمالك والمقاولين، ده طبعا الخبر اللي هو سائد اليومين دول، واللي كله بيدور على حقيقته. الحقيقة موجودة في الفيديو ده اللي هنتكلم فيها، وقالها عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات عن إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولين العرب لبرنامج الماتش. أول تصريحاته كان بيقول: ما زالت المباريات الجولة الثانية جارية، سنرى تقارير لجنة الحكام وندرس كل شيء بشأن الجولة وبعدها نصدر القرارات. القانون واضح، المباراة تعاد في حالة وجود خطأ باعتراف الحكم نفسه. لن نعتمد على ما ظهر على الشاشة من خلال حديث الحكم في الفيديو مع حكم الساحة، واجب أن يكتب الحكم أنه أخطأ في القانون. نسقنا مع مجلس أبو ظبي من البداية على أن السوبر يقام بدون الزمالك، ولم يكن هناك نقاش حول هذا الموقف. نحن نحترم اللوائح. الأهلي أصدر بيان للاستفسار فقط عن شكل السوبر الجديد، لكنه لم ينسحب وسيشارك بصورة طبيعية. وضعنا في الاعتبار مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، والسوبر يقام في الفترة من 23 ل 28 ديسمبر، ولا يعني ذلك أن الأهلي يخوض أول مباراة يوم 23، يعني لسه ما تحددش ميعاد كل مباراة. بالنسبة لبطولة السوبر لا تقام وقت الأجندة الدولية، ده برضو تنبيه إن كان في بعض الأقاويل إنها تقام في الأجندة الدولية. وإقامة المباريات للدوري أول يناير لن يؤثر على إعداد المنتخب قبل أمم إفريقيا. دي كانت تصريحات عامر حسين.